الدولة تقوم على الرجال اللي عنده النيف وعنده الشرف، اللي عنده الحرقة في قلبه باش تقوم دولة الإسلام. أما الإنسان التعبان وقاعد لي في القهاوي، سميتهم في الجزائر الحيطيست، سميناهم الحيطيست، وربما في الجهة تاعكم الرمليست، مانيش عارف، أو النخليست. دولة الإسلام تقوم على من يغرس وعلى من يعمل وعلى من يشمر عن ساعده الجد، اللي يتحرك الليل مع النهار، ماهوش قاعد لي على 8 تاع يسمع الاخبار ومن بعد يشوف البارابول ويتفرج في الافلام الداخليه والخارجيه، وغد من ذاك الصباح يبدا يقول لك راهم يقولوا هكذا راهم يقولوا، وانت واش درت؟ اخواننا، ان دولة الاسلام امرها جلل، وان المستقبل عظيم، فاذا لم تتفاعلوا مع هذه المسألة فاعلموا بأننا سنخيب أمل رجال قاموا وناضلوا وجاهدوا ودعوا وابتلوا وفتنوا وسجنوا واعتقلوا واستشهدوا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ادعوا إلى سبيل ربك باش بالحكمة والموعظة الحسنة. ودعوتنا معاشر السادة هي دعوة تقدم الورد، دعوة تقدم الورد. نريد لجزائرنا أن تكون متفتحة كالوردة. هذه الجزائر اللي ضحوا عليها الرجال وابتلي من أجلها الرجال لتعيش في ظلال الإسلام. هذه الجزائر التي نناشدكم الله تبارك وتعالى على أن تعملوا من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار والحضارة. حان الوقت لكي نفهم حقيقة وجودنا، وإذا فزع الآخرون فلا نفزع، إذا اصطدمت مصالح الآخرين فلا تصطدم مصالحنا. إذا أراد الناس إثارة الحسابات التاريخية فليس عندنا حسابات تاريخية. إذا أراد الناس أن يصطدموا مع الواقع فإننا لا نصطدم مع الواقع، بل نتكيف مع الواقع. إذا تهارج الناس وتناطحوا فيما بينهم لا نتناطح.